بعد هذا التقدم الكرة لمصطفى راضي، وهنا تنفذ الكرة، عدت، ممكن أن يكون الثاني. الله، هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر، فعلها مشتاق طالب. نعم، جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق، والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور، هذا الأسيست الجميل. هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق، أتى من الخلف، شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. حتى الآن مشتاق يسجل الهدف الثاني في المباراة. 2-1 أصبحت نتيجة المباراة. نتابع أحبتي نشاهد، وهدف التقدم لنادي كربلاء لتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. اللقطة الماضية